ثلاثي انبي في النادي الاهلي. طبعا انا ما بحبش اخد لعيبه من انبي. اللي اسمه عمر ده كويس يعني طبعا. اكتاي والتاني دوت مش لاعب التالت مش فاكر اسمه ايه. التلاته يعني الصغيرين في السن دول مش واو يعني. بس ما بحبش. جايز الاهلي حظه حلو مع لعيبه انبي بس الزمالك حظه مش حلو. هو عامه لعيبه انبي مش هو يعني اقوى لاعب خرج من انبي من منذ التاسيس. مين شاور لي كده؟ دور كده على لعيب خرج من انبي. حمدي فتحي. مش اختراع يعني. انبي ما عندهاش اختراعات يعني. احمد عبد مين؟ طه بصر الله يرحمه كان مطلع لعيبه من الدرجه الثانيه ولعيبه خماسي ولعب بيهم في بدايه الموسم. ثم قطاع ناشئين مميز بيجيب نتائج حلوه. بس احمد المحمدي لا ده واخدينه من المحله. لا انبي بتاع عمرو زكي من المنصوره. لا مين طلع من انبي؟ فما فيش حاجه ما اعتقدش. فكروني يعني. المهم يعني الفكره هنا هو في حته ان انت دلوقتي في بعض اللعيبه هتبقى في الدوري المصري عاملين بوم على الفاضي. زي مثلا في حاجات كده اوفر ريتد او زي جده. ناجي جده تلاقيه كان في الموسم بيعمل 3 او 4 اهداف. تخيل ناجي جده معدلاته ضعيفه جدا. جه في مره سبحان الله ربنا كرمه في 2010 بقى هداف البطوله وجاب البطوله لمصر. حاجه كده من عند ربنا. هم طبعا بيعتمدوا على اللاعب اللي اسمه زيكو اللي بيلعب في منتخب مصر على ان هو يعمل زي جده. وانا سميته جده يعني على ان هو هيبقى شبه جده في البتاع دي وممكن يبقى زيه. في الاخر هو معدلاته ضعيفه جدا برضه. وانا متاكد ان الاهلي هيجيب زيكو لما يرجع متاكد. ولكن هي الموضوع برضه جده اتاخد بدل ميدو. وممكن ميدو ما كانش حقق ولكن يظل ميدو عالمي ويظل جده جده. اللي راح لعب درجه ثانيه يعني ما كانش حاجه يعني. لعب في درجه ثانيه في انجلترا يعني وكان مبهور زي ما قالوا يعني. انا كان مش قادر استوعب الاجواء هنا. هو بيلعب فين؟ في الشامبيون شيب في الدرجه الثانيه الانجليزيه مش قادر يستوعب الاجواء. فهو مش عشان دي اسمها اللقطه في الكوره. هو جات له لقطه بحظ. الكوره حظوظ ورزق. ربنا كرمه في وقت وكان الزمالك هو مضيه عشان بوم الاهلي خده. ما عملش حاجه كلاعب لنفسه يعني. ما نافسش على هداف الدوري من ضمن الثلاثه الهدافين للدوري. فجده يظل يعني هو لعيب اوفر ريتد. انا مش بتكلم الحدوته كلها على جده. بتكلم على لعيبه بتاخد فرص وهي يعني قدراتها معروفه. يعني انت بتتكلم على لعيب زي مصطفى محمد جاب 50 جون في اوروبا وبتعمل تقول لي ده لا لا. هو انت عارفين يعني ايه تقدر انت تموت مهاجم زي ما باسم مرسي راح مصطفى محمد بيحاولوا ايه يخلصوا عليه كلاعب يعني. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويحاول يستعيد مستواه تاني ويلاقي نادي كويس او لو ما لقاش يجي الزمالك. ولكن